عايزه اقولك ان دي اسهل طريقه ممكن تعملي بيها الكنافه من غير اي مجهود ولا تعب ولا وقفه كتير، وخصوصا المبتدئين يا جماعه اللي بيخافوا ان الكنافه تفشل معاهم. وطبعا الشكل يتحدث عن نفسه. مسافه ثواني هتعمليها، عايزه اقولك في اقل من نص ساعه تكوني عامله كاسات الكنافه العظمه. عايزه اقول لكم ان حاجه شغل مطاعم يا جماعه، شغل حاجه فاخر من الاخر، روعه بجد. والطعم كمان حلو قوي قوي، غير ان الشكل يتحدث عن نفسه كمان. اول حاجه طبعا معايا طاسه على النار كده، فيها حوالي 3 معالق من السمنه البلدي، او ميكس ما بين السمنه البلدي والسمنه النبات. تمام. انا هنا الكنافه بتاعتي كنت منعماها جامد، تمام، عشان ما تبقاش عامله تكتلات مني بعد ما تتحمر وكده، لازم تكون نعمة جامد. تمام. وطبعا احنا عارفين الكنافة ما بتاخدش وقت على النار، فلازم ايديكي تفضل فيها كده عمال على بطالة، علشان بصي تطلع معاكي باللون الذهبي الحلو ده. تمام. هنا العسل بتاعها كان تقيل، انا عايزه العسل تقيل علشان الكنافه تبقى ماسكه في بعضها، ما تبقاش ايه مفروله منه وكده. تمام. انا هنا حطيت لها حوالي نص كوبايه من العسل. العسل طبعا حسب رغبتك انت. تمام. لان عامله طبقه الكريمه بتاعتي ما ضفتش عليها اي عسل خالص. تمام. هقلب العسل على الكنافه كويس قوي لحد ما كل الكنافه تشرب من العسل. تمام. بعد كده بقى نعمل طبقه الكريمه بتاعتي، كوبايه الا ربع من الكريمه، عليها كوبايه الا ربع من الميه المتلجه. انا مش هضيف سكر ولا حاجه، لان طعم العسل في الكنافه مع الكريمه هيبقى طعم حلو قوي، يعني مش هيبقى حلو قوي يموع النفس ولا حاجه. فانا عايزه تبقى في حاجه، وخصوصا المانجا بتاعتي اللي هي المانجا النعومي دي بتبقى حلوه قوي كمان. فعايزه فيصل في النص كده، ما يبقاش كله في سكريات كتير. تمام. يبقى في حاجه كده في النص، ايه، تزود تيست شويه. تمام. هنا الكنافه بتاعتي انا جبت الكاسات وبقيت احط فيها كده، بس عايزه اقول لكم معلش بقى، انا بحط بايدي علشان المعلقه ما كانتش هتعرف يعني تخش جوه الكاس من جوه، علشان الكاس من جوه يعني غويط، فالمعلقه كده كده اوريدي ما كانتش هتعرف ان هي تخش لايه لاخر الكاس، فلازم كنت بضغط بايدي انا بصباعي كده علشان احس ان الكنافه كلها ايه، دخلت جوه الكاس. تمام. بعد كده طبقة الكنافة عليها طبقة الكريمة، عليها برضو طبقة المانجا، وبعد كده هضيف بقى ايه تاني اللي هي الكنافة، وعليها المانجا وطبقة كريمة من فوق كده للتزيين. انا هنا فضلت ان انا احط الكريمة بتاعتي في الكيس الحلواني. بتطلع معايا سهلة وبتعمل معايا شكل حلو في الاخر. والمانجا بتاعتي انا مفرزاها، فطلعتها قطعتها وسبتها تهدى شويه، وطلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم اني بصوا يا جماعه في نص ساعه هتعملي احلى كاسات المانجا بطريقه حلوه قوي قوي. عايزه اقول لك هتبهري كل اللي هياكل منها بطريقه حلوه. الشكل حلو قوي قوي زي ما انتم شايفين، الشكل يتحدث عن نفسه اهو قدامكم، كل حاجه قدامكم اهيت، يعني مش محتاجه افتكاسات ولا اي حاجه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، طلعت حلوه قوي قوي. عايزه اقول لكم ان الولاد ما شاء الله تبارك الله كانوا بيتعاركوا عليها وكده، عشان كانت طالعه حلوه. تمام. وبكده يبقى خلصنا الكنافه، كنافه بالمانجا، كنافه بالكريمه، كنافه المانجا في الكاسات، حاجه كده اللهم بارك. حلوه قوي قوي، وطريقتها سهله، ويا رب تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. طبعا احنا في رمضان، عارفين انتوا رمضان بيحب الحاجات الحلوه، بيحب بعد الفطار كده تاكلي حاجه بقى مسكره، حاجه حلوه كده، كنافه، قطايف. ف بصراحه ما لقيتش احلى من الكنافه دي ان انا اعملها، يعني تغيير وكده. تمام. وهنا كنت بزينها بقى ايه من فوق كده بطبقه الكريمه، كانت عامله شكل حلو قوي قوي. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بالخير، ويا رب ما يحرمنا من حبايبنا أبدا ولا من أولادنا. وسع رزقنا جميعا يا رب، يا رب وسع رزقنا وارزقنا كلنا يا رب، وكل حد في نفسه أمنية تتحقق له يا رب بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشوفكم في فيديو جديد.